مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معانا ولقاء جديد هنتكلم فيه النهاردة عن موضوع بيعتبر شائك إلى حد ما، لأنه لازالت المعركة شديدة بين المرأة والرجل رغم اختلاف العصور ومرور العصور، إلا أننا وصلنا لعصر في نوع من الاشتباك الشديد بين الست والراجل. الاشتباك ده جاي من ايه واسبابه ايه والمعركه اللي دايره دلوقتي اللي خلت الست بتتحط في مكانه شديده المسؤوليه وشديده القوه عليها وعلى انوثتها، والرجل اصبح في مكانه يعني بيلقي بمسؤولياته، بيلقي باعبائه على المراه. هل الكلام ده علمي؟ هل الكلام ده سليم؟ هل الكلام ده ليه أسباب؟ هل الكلام ده ليه علاج؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا الدكتور محمد الغندور، محاضر تنمية الوعي الإنساني والسلوكي. أهلا بيك دكتور محمد. مساء الخير عليك الأول. مساء النور. أهلا وسهلا. متفق معايا إن إحنا في مرحلة زمنية شديدة الخطورة، شديدة نقول عليها معركة شديدة حامية الوطيس زي ما بيقولوا يعني باللغة العربية، صدامية. نعم بين المرأة والرجل. نعم. طيب نعم. شايف المرحلة دي ازاي أولا وليه؟ طيب شايف المرحلة دي ازاي؟ المرحله دي موجوده من زمان جدا جدا، من عبر يعني العصور، بعتقد الاف السنين. كان في مراه حاكمه، وكان في مراه ملكه، وكان في مراه كليوباترا وملكه سبأ، والحاجات دي كلها تاريخيا. انما كانت يعني نماذج قليله جدا جدا جدا. من ساعه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه في القرن العشرين، من 1900 وشويه لغايه 1945، وفقدان الذكور الكتيرة جدا 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 اللي حصل على مدار الحربين دول، مع بقى الوعي اللي حصل والتقدم ايا كان العمل والعلم والمصانع، والمجتمعات اتجهت للثورة. يعني الثورة أصبحت صناعية أكتر ما هي زراعية. الست كانت بتعمل في الحقل وكل حاجة، لكن مش زي اللي مطلوب منها إنها تروح المصنع. طب إيه اللي ودانا لده دلوقتي؟ 45 الحرب خلصت، أسر في جميع أنحاء العالم تقريبا، ولا سيما أوروبا بالذات طبعا، والوطن العربي كمان حصل فيه حاجات كتيرة. فقدنا ذكور كتير جدا 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 جدا. المرأة مع الثورة الصناعية في نفس التوقيتات دي بدأت المرأة تشيل الحمل اللي زوجها فقد في الحرب، واللي بتربي عيالها لوحدها، واللي لازم تنزل تشتغل في مصنع، مش في حقل بقى تاني، يعني بنفس الشيء، مصنع، صناعة. الستات خرجت لسوق العمل بصورة رهيبة جدا جدا جدا. الأعباء تثاقلت عليها جدا جدا جدا، بقت شايلة الموضوع لوحدها مع عدم وجود الذكور بالشكل اللي كان موجود قبل كده. ده تصوري البسيط. يعني بدأت إنها تبقى مكبلة بالأعباء، وهحط كده عنوان الذكورية. ما كانتش عليها هي الأعباء دي قبل كده، حتى في المجتمعات الزراعية الأعباء دي موجودة، بس بصورة أبسط كثيرا من الأعباء اللي على الست طبعاً في العصر الصناعي. طبعا بدأت بالتالي تربي بنات وولاد وهي سنجل مام، وهي امرأة معيلة لوحدها من غير الأب. بدأ الذكر يشوف إن ماما اللي كان ابنها، إن ماما هي اللي بتربينا أنا وأختي بالشكل ده بذكورة عالية. ما الست شايلة مسؤولية بالظبط، مش هتقدر تكون هذه الأنثى اللي كانت ما قبل 1945 بتحيا بطريقة بسيطة مسالمة. لا يعني كمان الصناعة فيها قوة وفيها قسوة طبعا. وبالتالي دخلنا على ثورة الشباب بتاعت اللي في أوروبا والفلاور باور، ودخلنا بقى على البنت زي الولد، ما هياش كمالة عدد. حصل كمان
بعد كده الستينات سبعينات بدأ في الوطن العربي عندنا طبعا يحصل كتير جدا هجرة الذكور إلى الخليج ويطلعوا وحروب في العراق وحروب برضه نفس المحصلة يعني 67 و56 و73 كل ده أدى لنفس 48 56 67 مع هجرة الذكور يروحوا يشتغلوا في الدول العربية في العراق وليبيا والسعودية فبدأت كمان المرأة تبقى عندها نفس الأسباب وبتربي بنفس الطريقة المكبلة بالأعباء الذكورية والأعباء الأنوثية ومطلوب منها أنها تبقى الاثنين. ده طبعا عمل خلل في التوازن، هسميه مبدئيا الطاقي، في توازن الطاقة عند الست مع ضجر وشكوى ولكنها مكبوتة عند الست. يعني غضب داخلي، مرارة، غضب، شكوى من المكانة اللي اتحطت فيها. أنا مالي؟ بالظبط. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا إيه اللي وداني هنا؟ أنا ليه مضطر أشيل الشيلة دي؟ لكن ما بتطلعش بالشكل ده، عامة بتتكبت، لأنه الأسباب المنطقية تقول ما أنا عايز الراجل يروح، ما هو بيجيب لنا فلوس، ما نعمل إيه؟ ما إحنا فعلا محتاجين فلوس. كم واحدة في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات قالت، في ناس قالوا يعني في ستات قالوا لا تعالى احنا عايزينك ومش لازم الفلوس اللي انت كتير فعلا بتجيبها. بس كم واحدة قالوا كده؟ بس مش من بالنسبة كل 100 مش بالنسبة اللي هي اضطرت تتحمل يعني مثلا فالست دي ربت راجل على انه ماما هي الام والاب. حلو. الراجل ده طلع بعد كده شاب اتجوز واحدة عايزها زي ماما، متوقع منها ايه؟ انها تبقى زي ماما. هو انت ما بتشيليش ليه؟ مش فاهم. على فكره ماما كانت بتعمل كل الكلام ده. هو انت ايه؟ هو انت غريبه؟ الزوجه دي بقى برضو يمكن النقطه دي ما تتفهمش، يا اما شايله الكبت بقى، يعني شايله الكبت بتاع والدتها، عندها بقى جذورها هي كمان اللي جايه بيها البيت الجديد ده. كتير ده اصلا ممكن يحصل. او انها اصلا بتلعب اللعبة دي هي كمان زي والدتها مثلا، ولكنها مستاءة وهتطلع غضبها عليه، وهو هيبقى طول النهار مش عارف انت بتشتكي من ايه. الست هي اللي بتوصل وتروح وتيجي وبتشتغل وبعدين تيجي تطبخ وتمسح وتكنس. على فكرة هو ده شيء طبيعي. هو ايه المشكلة؟ طيب احنا كده ايه ادينا يعني مختصر ملخص للشكل، او هنقول بقى ايه تاريخ المعركة دي من الناحية التاريخية، جذورها جت منين؟ وليه هي في آخر 100 سنة أو في آخر 70-80 سنة بتتفاقم تتفاقم 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 تتفاقم، لأنه أنا كل ما أنا هبقى ست وهربي راجل هيطلع الراجل شكله إيه؟ ست وهربي راجل هيطلع الراجل شكله إيه؟ إيه الشكل الطبيعي اللي يخلي الست بكامل طاقتها الأنوثية تفضل ست؟ ما توصلش لمرحلة الضغط والغضب الشديد، لانه اوقات نقول ايه هي ايه الست كانت في الطبيعه عامله ازاي، احنا نفسنا مش عارفين الست في الطبيعه كانت عامله ازاي. نسينا انا يعني مش مدركه ايه هي اصلا. طيب حضرتك بتقولي الست، اوكي، انا هقول الانوثه مش هقول الست. تمام. اوكي، لانه مفهوم اكتر ما هو جندر او يعني جنس ذكر او تمام. الجنس انثى. أوكي. هو مفهوم. الانوثه هي استقباليه، يعني تقبل بالكن فيكون. تمام. اوكي تمام. وتمتثل للكن الانوثه مش الانثى. اوكي، الانوثه مش الانثى، مش الست، مش شرط الست، مش شرط الست. احنا كده بنتكلم على مفهوم الأنوثة المطلق اللي هو الرضا، الطاعة، الاستقبال. اوكي، الطاعة ده موضوع تاني. طيب، لان انا ممكن فاكره قبل التسجيل لما قلت لك ايه، اديت لك امر، قلت لك ما تستقبلي الامر ده مني، حطي التليفون في الحته الفلانيه. اوكي، فانا اديت لك امر، اوردر. اديت لك اوردر. اللي بيدي الاوردر ده ذكوره، حتى لو ست. حتى لو ست. يس. اوكي، اي حاجه ارساليه، انتشاريه، اي حاجه اكسبانسيف بتكسباند نفسها في الكون. ست بتلقي محاضره امام طلاب جامعه، مدرسه
فهي ارساليه. والام في بيتها مع الام اولادها في بيتها. حلو قوي. ده نوشن، مفهوم ذكوري، طاقه تمام. ذكوريه. تمام. ماشي. فانا اديت لك حاجه بقول لك ايه، حطي التليفون كذا كذا كذا، فانت قلتي لي اول حاجه انت حصل لك يور تريجرد كده، انت ايه حصل لك استثاره، اللي هو طب ولو انا مش موافقه على الموضوع ده لان انا عندي اسباب. الانوثه هتستقبل وهترسل بعد كده. طيب هل ممكن اسيبه مكانه لان انا مش بقدر اشوف غير بعيني اليمين، يعني افتراضا اكتر من الشمال مثلا؟ انت كده مستثاره ولا رديتي عشان تحمي حقوقك او حدودك النفسيه؟ بحمي حدودي النفسيه، لكن بطريقه فيها اثاره. لا وفيها لا فيها هدوء واستقبال عادي، وفيها يعني استقبال عادي. لكن شرحتي اللي انت عاوزاه من غير ما تبقي مستثاره من الاوردر، من الامر اللي انا اديته لك وبقول لك اعملي كذا 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 كذا. اوكي. ما حصلش عندك من جوه هو ازاي بيقول لي كده، هو انا مش هقبل ان هو يقول لي كده، انا ما بحبش حد يمشي انا عندي عيني بتشوف هنا، انا ببقى مرتاح كده وانا بكتب عندي كده. اسبابي بقى، عندي اسبابي، انا حر على فكره حر. في اسبابي. مفيش مشكله خالص من كل ده، عشان قلت لك الاستسلام مش هو مش ده، لا مش المفهوم ده، مش المفهوم اللي احنا عايزينه. احنا عايزين ان احنا نستقبل. تمام. بس اللي حضرتك بتقوله ده ينطبق لحد دلوقتي على الست والراجل. ده سواء احنا بقى بنتكلم على مفهوم الانوثه او اذا معنى كده ان كل انسان فينا بصرف النظر عن نوعه ايه عنده طاقه انوثه وطاقه ذكوره. ده صح؟ نعم. تمام. فين عند مين اكتر؟ ايوه صح كده. الطبيعي، انا عايزه اتكلم في الطبيعي اللي ربنا خلقه، الفطره. اوكي. الفطره الانثى استقباليه والذكر ارسالي. طب هو مور اكتف، هو عنده يعني افعالي دايركت مباشره. مش لاقي كلمه باللغه يعني معلش اسف. قولها. هو اللي يعني يرسل يقول اعمل، يقول ما تعملش، يعمل اكتر. والانثى استقباليه اكتر. تمام. تستقبل الامور اكتر بتوازن طبعا، مش ان انا اقول لها حطي التليفون فتروح حطها باستسلام لا مش ده المطلوب. لكن تستقبل وبعدين هي عندها برضو حرية انها تقول انها تعبر عن رأيها. طب انا حباه هنا عشان وانا بكتب حبقى مش شايفة كذا كذا، مفيش مشكلة خالص. في المثال اللي انا هسميه عبيط، لان هو مثال بسيط جدا بسيط. جدا جدا جدا. لكن اول ما يحصل استثارة هي مش قابلة تستقبل من الذكر. مش قابلة تستقبل من الذكر. لا، لامور بقى كتيرة بقى مش عايزين يعني اسباب بقى هتبقى مختلفة، اسباب مختلفه كتيره جدا. اللي هو انا حر على فكره، انا احط فاكره فيلم بتاع لبنى عبد العزيز انا حر مثلا، انا حره، انا حر. هي رافضه الاستقبال تماما. هي ما عندهاش استقبال خالص، لانها اتضغط عليها الى الدرجه اللي اضطرت انها تدافع بقوه بقى. كل الاسباب بقى دي نفسيا تتذاكر مع كل شخص على حده. طيب. لكن الفطره العامه الاستقبال عند الانوثه اعلى، والارسال والارشاد ان هو طيب اوقات نلاقي رجل مكتمل الذكوره بس مهنته تتحتم استقبال الاوامر وحاضر وتمام. تاني ده بيبقى بكبت ولا لا برضا، لانه هو ده صميم مهنته. معلش عندك مثال كده؟ وليكن حارس مثلا. ماشي. حارس شخصي لشخصيه مهمه، حارس عماره، وبيبقوا مثلا بودي جارد يعني، ويستقبل الاوامر. حلو قوي. كنت لسه بتفرج على بالصدفه كده، يعني جالي من الريلز بتاعت الانستجرام ومش عارف ايه دول، فبيسالوا باراك اوباما، بيسالوه انت امتى اخر مره سوقت عربيه؟ قال لهم الصراحه مش فاكر، بس انا فاكر ان اخر مره سوقت عربيه في الوايت هاوس في البيت الابيض، وكنت راكب وكنت عايز اسوق، وبعدين الحارس جه قال لي سوري ما ينفعش، اسف مش هينفع. اه هو كده عمل ايه الحارس؟
هو اللي ادى الاوردر. حارس العقار بتاعك لما تيجي تقول له يا فلان الفلاني ما تعملش كذا، اه يقدر يقول لك بس يا ست هانم الباب العماره بيبقى مفتوح بالليل، فانا معلش مش هقدر اعمل كده، محتاجين نقفل باب العماره بالليل علشان خاطر، وخلي مثلا لو كان ابنك هيروح مثلا انت بتقولي يا فلان اقفل الباب، لا سيب الباب مفتوح بالليل عشان ابني هيروح مثلا متاخر، وبتدي له اوامر يعني امر ذكوري جدا، وهو راجل مكتمل الذكوره على حسب كلامك، لكن هو محتاج يستقبل ده، هيستقبله. سمعك، استقبل منك، وبعدين هيكلمك زي ما انت قلتي لي، بس انا عايزه التليفون هنا عشان انا كده بعرف اقرا. هيقول اسباب، هيقول اسبابه. بس يا استاذه داليا الباب احنا بالليل كذا كذا، خليه بس يضرب عليا يعني مثلا الجرس وانا هفتح له، مش مشكله. تمام. اللي حاصل بقى دلوقتي، احنا يعني الست بقت في مكانة الضغط عليها لحد ما خلاص يعني هي بقت ناقص شنب، ده الوحيد اللي ناقص. فهل هنا ده نقص في الرجولة ولا زيادة في طاقة الذكورة؟ الاثنين. ومين السبب؟ ونحلها ازاي؟ احنا قلنا خلص الحلقه كلها في السؤالين دول. احنا تطرقنا للاسباب دلوقتي. حلو. الاسباب جذريا جايه منين؟ جايه من البيت، من الاسره، من تربيه الراجل، من سيطره الست. ومش بقول انها سيطرت غلط، انا بقول انها اضطرت انها تسيطر، هي مش مخطئه في كده، بس هي كانت هتعمل ايه الست لما تبقى بتربي لوحدها؟ هتعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ ما لازم توجه وتدي اوامر. احيانا كتير لما بضطر اعمل ده بكسر الراجل، ابني بكسره. فهو اعتاد على ايه؟ على ان ماما شايله. اعتاد على انه ايه؟ ان انا بستقبل اوامر ماما واسمع الكلام. وكتير بقى ماما اصلا متوتره وتعبانه، مش عايزه احط عليها عبء، فهعمل ايه؟ هطاطي وهقول حاضر ونعم. طب ولو الاب هو اللي بيوجه، بتسمي برضو سيطره الاب او واحده بس، واحده خلينا متفقين على حاجه. ما اقدرش ادي امر عام للناس. انت هنا قلتي لي سيطره الاب، ممكن الاب يكسر ذكوره يعني يكسر ذكوره ابنه على فكره، بس ابعادها هنا بقى ده موضوع تاني. انا فاهمه، ملوش علاقه بالتربيه بتاعت. انا قصدي لو نفس الاوردر الام بتوجهه والاب بيوجهه، يعني قصدي البيوت اللي ما فيهاش اب دلوقتي. عايز اقول لك حاجه، هسألك سؤال. وانا شايف ماما شايله وتعبانه وبابا مش موجود، اوكي، وانا ذكر وانا ولد يعني ولد، مش يعني بنت، اوكي، وعايز اخف من عليها، هطيع وهقول حاضر ونعم؟ مش كده؟ طيب هل بقى انا هبقى شايف بابا شايل كتير فهطيع واقول له حاضر ونعم؟ فرص ان الولد تصعب عليه امه اكتر ولا يصعب عليه ابوه اكتر عشان يطاطي ويقول حاضر ونعم، علشان ما تقلش على بابا. النسبه اعلى ان الولد يشوف امه كده ولا مع الاب كده؟ مع الام. التعاطف مع الام. التعاطف مع الام. فده بيخليني اكتر انصاع، ابقى سبمسيف، ابقى اكتر انصياعا لاوامر الام. فبالتالي انا خلاص بتبرمج على كده في حاجات كتيره جدا. طبعا احنا هنا بندي امثله، دي مش ما تنفعش للناس كلها، انا بس بحاول اوعي الناس في النقطه دي. طب دي يا دكتور بقى كل الحاجات دي، عشان وانا بختم الحلقه دلوقتي عايزه اقول حل، هل ليها علاج ولا خلاص احنا في دايره مغلقه؟ لا خالص خالص خالص. احنا محتاجين اولا علشان الاجيال القادمه لازم كل ام، طبعا لازم، وكل وام ده حاجه انا بقولها كلام تقيل قوي، لازم كل ام على قد ما تقدري محتاجه انك تبقى عينك على ابنك. هو انت عاوزاه يبقى زوج شكله ايه؟ عاوزاه يبقى اب شكله ايه؟ عاوزاه يبقى بيعامل ولاده ازاي؟ بناته ازاي؟ مراته ازاي؟ علميه كأم. وطبعا يا ريت كمان كان لو الاب عنده هذا الوعي، طبعا علم صبيانك وعلم بناتك بوعي
ازاي يتعاملوا مع الولد مع مراته. اوكي، انا هشوف بابا بيعامل ماما ازاي، وهيبقى ده الطبيعي عامه. ممكن طبعا في دايما لكل قاعده الشواذ بتاعها، ان انا ممكن اكون شفت بابا بيضرب ماما فانا مش هضرب مراتي عشان ماما كانت صعبانه عليا جدا فانا مش هعمل كده. وممكن اعمل كده بالظبط. اوكي. لكن مش ده موضوعي دلوقتي. فالام وانتي بتربي ولد لو سمحتي ما تكسريهوش من كتر التوجيه ومن كتر الانتقاد ومن كتر انك نفسك يطلع احسن حاجه في الدنيا. كتير في السكه دي انت بتكسري ذكورته وبتعلميه انه يبقى دايما استقبالي وعاوز يرضي الانثى في الاول في صوره امه وبعد كده في صوره مراته او ففي الاخر ده بينصاع بيتكسر بيضعف ويشيل اللي قدامه بعد وخلاص. انا عايزه فانت اديني وانا هسمع الكلام. فبالتالي انت بتقعدي انت ما بتعملش حاجه. انت بس انا متعود ان انا اسمع الكلام. هو ده الطبيعي. مش انتوا بترضوا كده؟ مش انتوا بتحبوا كده؟ وانت مين علمك كده؟ ماما علمتني كده مثلا. اوكي. ده حاجه. لو انت زوجه النهارده لراجل، ارضي باللي هيجيبهولك، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ارضي باللي هيحطه على الترابيزه. يعني whatever that he is putting on the table زي ما بيقولوا. اي حاجه اي حاجه يعملها اللي قدر ان هو يديهولك او يعرضه عليك او يحطه على الترابيزه قدامك من رزق بقى من اي حاجه، استقبليها برضا وشكر وعرفان تزيدي من ذكورته. تاني النقطه دي مهمه جدا 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 لكل الناس. اوكي. لكن الحاصل انه ايه ده 10 جنيه ايه اللي انت جبته ده انت راجل انت بقى. يا ما جاب الغراب لامه. عارفه الافلام بتاعت زمان العربي الابيض واسود دول، عارفاهم؟ انت كده بتعملي ايه في ذكورته؟ انا كده مش جود انف، انا كده مش كويس كفايه ليكي. الذكر يترعرع الذكوره بتاعته، طاقه الذكوره بتاعته بمزيد من التقدير. بمزيد من التقدير. انا لقيت ان انا متعاز، ان انا مراد، ان انا كفايه ليكي تعلى كفاءتي. لكن انا مش كفايه ليكي تنزل كفاءتي. طاقه الذكوره عندي تنهار بالانتقاد والتوجيه والاحكام والجادجمنت. لكن اول ما تقولي لي كتر خيرك ربنا يعينك انا عارفه ان انت عمل، اصحى بكره واعمل اكتر علشان ارضيكي اكتر. الله. انما هتكسريني وهتوجهيني وتنتقديني وتقولي لي مش كفايه، هفضل انزل لتحت زياده. يعني عمري ما هعلى. والله يا دكتور اللي حضرتك قلته ده درر. الحمد لله ربنا. واتمنى ان يبقى الجزء الاخير اللي فيه فعلا يعني من الحلقه النهارده الدرس الجميل ده اللي فيه حل. يعني ده فيه حل لحاجات كتيره احنا بنعملها غلط ومش فاهمين عواقبها بتبقى ايه. لو احنا كده خلاص اصلا بنختم الحلقه. ما اقدرش اسيب الستات هنا بالختام ده، لان الستات هيبقوا مستثارين جامد جدا جدا جدا. يقول لك لان اول حاجه يعني ايه ارضى بال10 جنيه؟ ما هو هي دي فيها ضغط، بس حضرتك اديتها الحل في انه هيقوم بمزيد من هي هترفض. هتقول لك لا انا هفضل زي ما انا اشتكي. هو اللي المفروض يتعلم يجيب 100 الاول. مش هنحل المشكله. انا بقى بنبهكم يا ايها السيدات، ما اعرفش انا في انهي كاميرا دلوقتي. هنا. لو سمحتم انا عارف ان ده ضغط جامد جدا 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 عليكم ومش سهل خالص. وعلى فكره ده شيء هياخد وقت طويل جدا. دي مش حاجه هتتحل من يومين ومن شكرين ومن شكرا وكتر خيرك مرتين، لان هو هيبقى كمان جاي من تاريخ كله انتقادات. فانت النهارده بتقولي لي كتر خيرك ومستنيه رد الفعل بكره. لا فدي حاجه فيها ضغط على الانثى جامد جدا على فكره. ومش سهله خالص وفيها جهاد مع النفس جامد. لكن ده الحل الوحيد، لانه اي تكسير نتائجه عكسيه دايما. اللي هي مش هترضيكي هتاخدي اكتر من اللي انت مش موافقه عليه كمان. هيستزيد في اللي انت مش عاجبك. أنا بشكرك شكرا جزيلا على الدرس الأكثر من رائع ده. وبتمنى إن شاء الله إنه يحل مشاكل ناس كتيرة جدا. بشكر ضيفي الدكتور محمد الغندور، محاضر تنمية الوعي الإنساني والسلوكي. كل الشكر على وجودك.
شكرا. بشكر كمان مشاهدينا اللي بيتابعونا دايما. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من همس الكلام.